هناك شيء اسمه الفقاع أو الفقاع، وهو شراب خاص يتخذ من ماء الشعير. الشعير ياخذوه يفوروه يجرون عليه بعض العمليات، ينتج منه شيء اسمه الفقاع أو الفقاع. وربما كان وجه التسمية أنه تصير فيه فقاعات، شلون المشروبات الغازية اللي فيها فقاعات، يكون من هالقبيل. الفقاع حرام عندنا، ويبدو أنه عند غيرنا حلال. من ذاك الزمان، من أيام الأئمة عليهم السلام، كانوا يعني ذولاك المخالفين أو قسم من المخالفين لأهل البيت عليهم السلام كانوا يشربون الفقاع، وإلى اليوم يشربوه. اللي الرواية جاية تقول الفقاع خمر استصغره الناس. خمر الفقاع، لكن الناس استصغروه. ربما هو اللي يسمى اليوم بالبيرة، ويستعملوها الناس بكثرة. على كل، فالفقاع من المحرمات. زين، نجس؟ مو معلوم نجس، مو أكيد نجس لو صار على اليد، وإن كان الأحوط الاجتناب. إذا صار على الثوب أو اليد الإنسان يغسلهما، لكنه حرام قطعا. الفقاع مو فقط ماء شعير، هذا من اجت البيرة ونزلت ويبيعوها، كثير من الناس قالوا الكلية مالتنا تأذينا، يردون يشربون. الكلى ذاك الوقت اشتغلت، كل واحد وصاح كليتي قاعد توجعني، مو كل واحد، كثير من الناس. شو اسوي؟ اريد اشرب من هذا، يريد يشرب، بالنتيجة يريد ان يشرب، وهذه حجة يريد يتخذها ذريعة. زين، الكلية توجعك، اخذ كيلو شعير فوره اشرب مايه، هذا مو فقاع، ما بي اشكال. اذا ماي الشعير يفيد هذا حل، خذ مقدارا من الشعير اغله واشرب ماءه وحلال. اما هذه البيرة مشبوهة، هذه مشبوهة، حتى لو يقولون ما فيها كحول، فيها شبهة، فاجتنابها احوط. المقصد الفقاع يعتبر حراما.